دكتور احمد، كنت حابب اسال حضرتك على المناظير الرحميه. في بعض الناس موضوع المناظير الرحميه ده بالنسبه لهم شيء غامض، ما يعرفوش مثلا المنظار الرحمي ده يعني طريقته ازاي، بيتعمل ازاي، وايه الاستخدامات التقليديه بالنسبه له، وهل في تطور في القصه ديت ولا الدنيا واقفه فيها لحد فين؟ بص، هو يعني هي المشكله في الناس عموما ان هي بتحسب المناظير كلها مناظير وخلاص يعني. تمام. هو المناظير في منها منظار رحم ومنظار بطن، والاثنين بنقول عليهم مناظير نسائيه. تمام. بالنسبه لمنظار الرحم هو منظار بسيط بيدخل من الفتحات الطبيعيه للجسم، تمام، ما فيهوش فتحات في الجسم ولا حاجه، بس كل اجراءاته الجراحيه بتبقى داخل تجويف الرحم، ما بتبقاش في البطن خارج الرحم. تمام. انما منظار البطن بيبقى عباره عن كاميرا بندخل فيها عن طريق سره المريضه، تمام، وبيبقى فيه معاها ادوات تانية بتدخل، يعني بنفتح جرح في منظار البطن. لكن منظار الرحم انا بس من الفتحه الطبيعيه، فتحه المهبل العاديه، فتحه المهبل وفتحه عنق الرحم. تمام. بس طبعا ده ليه استخداماته، لان ده بيستخدم داخل تجويف الرحم ذات نفسه، والتاني ليه استخدامات تانية لان هو بيبقى خارج الرحم، له علاقه اكتر بالانابيب، تجويف البطن، الالتصاقات الخارج الرحم، تمام. انما المنظار الرحم طبعا كل شغل بيبقى داخل تجويف الرحم، كل شغله جوه تجويف الرحم لو في اي مشكله جوه الرحم نفسه. بالظبط. تمام. بالظبط. طيب، هل معنى كده ان المنظار الرحمي يعني انا حسيت من كلام حضرتك ان هو اسهل من المنظار البطن؟ لا، القصه اصعب. فيعني هل محتاج بقى الدكتور، اي حد دكتور نساء يقدر يشتغله، ولا لازم الدكتور اللي شغال يكون سكيلز ومتمرن عليه كويس وعارف يستخدمه كويس تمام. هو منظار البطن علشان هو منظار بطن بيبقى فيه آلة في ايد الدكتور الرئيسي وآلة تانية في ايد الدكتور المساعد، وده بيساعد ده، وده مثلا عاوز يدي لحد حاجه ده يقصها، تبقى القصه البطن. تمام. منظار الرحم مشكلته كلها ان الكاميرا في ايد الدكتور والآلة في ايد الدكتور، هو دكتور واحد اللي مسيطر على الموضوع بالظبط، ما فيهاش مساعدين ولا فيها حاجه، هو لازم يبقى دكتور واحد. تمام. فبالتالي الموضوع كله معتمد على الجراح ذات نفسه. خلاص، علشان كده الاجراءات اللي بمناظير الرحم ذات نفسها بتبقى يعني احنا بنقسمها على حسب صعوبتها، يعني مش كل دكتور يقدر يوصل لمرحله معينه. بمعنى ان انت لو عندك مثلا منظار رحمي تشخيصي، هو داخل يبص بصه ويطلع، تمام. ده بنقول عليها ليفل ايه، يعني اقل حاجه، يعني إيه لسه مبتدئ، ده بيخص يشوف ايه الدنيا بس ما بياخدش اي اجراء بالظبط. ممكن ياخد عينه من الرحم، ممكن يطلع يقدر يشيل زايده لحميه من تجويف الرحم. تمام. انما مثلا ما يبقاش حد مبتدئ لسه ونبقى احنا واثقين فيه ان هو ممكن يعمل مثلا عمليه ورم ليفي او ازاله ورم ليفي، او ان هو يشيل حاجز رحمي طويل. تمام. في الاجراءات ذات نفسها بتبقى تدريجيه، يعني حتى احنا اللي بيقولوا عليه ليرنينج كيرف او معدل التعليم للطبيب بيبقى احنا بنقسمه، يقدر يخلص الخطوه دي يقدر يقوم بالعمليه الاكثر تعقيدا. انت فاهمني؟ يعني ما ينفعش يخش من الاول كده يعمل حاجز رحمي، لان هو صعب، لان هو الاجراء قدام المريض يبان انه سهل، بس احنا بنتدرب عليه في مده طويله، يعني لازم نعدي عدد حالات كتير عشان مثلا نعمل اجراء مثلا زي حاجز رحم طويل، لان العمليه بسيطه في وقتها، مفيده جدا للعيان، كبيره جدا في تعقيداتها ومشاكلها. تمام. يعني الحاجز الرحمي لو مش معمول كويس او الدكتور مش متدرب كويس ممكن يخرم الرحم ويطلع بره، يطلع في تجويف البطن، ممكن بقى اظن دي مشكله، يجرح امعاء، دي مشكله كبيره، يعني يدخل جوه تجويف البطن. طبعا مشكله كتيره جدا، انت فاهمني؟ علشان كده هو ممكن يكون العيان شايف يا عم ده دخل 10 دقايق طلع بتاع، لا هي مش كده، احنا عشان نوصل 10 دقايق ينسى بالوقت ان هي يقول لك ده حاجه بسيطه. بالظبط، لان تجويف الرحم ذات نفسه بيتملى بميه، فاحنا دكتور التخدير برضو الميه دي بتاثر على القلب، فلازم برضو العمليه تتعمل بسرعه، هي مش بمزاجنا، يعني احنا مثلا مش بنعملها مثلا عشان تنطيط مننا ولا حاجه تتعمل بسرعه، لا هي ليها وقت وليها معدل سوائل في دخول الجسم. تمام. فليها طرق يعني بتبقى مختلفه، عشان كده بقول لك مشاكلها كتير بس في نفس الوقت فايدتها كبيره. تمام. فعشان كده اختيار المريض بيبقى اختيار الطبيب فيها بالذات رزق، يعني لازم يبقى دكتور كويس قادر يبقى احنا كده يعني كده المنظار الرحمي لازم الدكتور يكون سكيلد او يعني شاطر في القصه دي، بحيث ان هو مش اي حد يقدر يعملها. يعني مش بالظبط. تمام.